الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم تعريفه: كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، مثل مسلم تقول في جمعه مسلمون، ومؤمن مؤمنون ومؤمنين، ومتقي تقول متقون ومتقين. هذا تعريف جمع المذكر السالم. أما عن إعرابه فإنه يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، فعلامة رفعه الواو، وعلامة نصبه الياء، وعلامة جره الياء. ففيه الواو تنوب عن الضمة في الرفع، وفيه الياء تنوب عن الفتحة في النصب، وفيه أيضا الياء تنوب عن الكسرة في الجر. الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات، المؤمنون هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر. إن حرف توكيد ونصب. المتقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. وأما في الجر فإني أقول: أعجبت بالمتقين، ونظرت إلى المصلين في المسجد فإذا عليهم بهاء من الله ونور. فهنا علامة الجر هي الياء نيابة عن الكسر. هذا عن جمع المذكر السالم. وتوجد كلمات ملحقة بجمع المذكر السالم اسمها ملحق بجمع المذكر. لماذا هي ملحقة؟ لأن شرط الجمع هو أن يكون أو أن تكون الكلمة اسما أو صفة لمذكر عاقل. يعني أي كلمة تريد أن تجمعها جمعا مذكرا سالما يجب أن يكون فيها هذا الشرط: اسم أو صفة لمذكر عاقل. فهذه الكلمات التي نتحدث عنها ونقول إنها ملحقة بجمع المذكر فيها شرط من الشروط غير موجود، شرط من شروط الجمع غير موجود، ولذلك هي تعرب إعراب جمع المذكر، ليس لأنها جمع مذكر ولكن لأنها ملحقة بجمع المذكر. من هذه الكلمات أو الأسماء أولو. أولو بمعنى أصحاب. هذا الاسم يعرب إعراب جمع المذكر السالم. في حالة الرفع يرفع وعلامة رفع الواو، وفي حالة النصب علامة نصبه الياء.
وفي حالة الجر علامة جره الياء. والقرآن استعمل هذا الاسم في آياته، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذه الآية نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق، كان له قريب من النسب فقير. هذا القريب شارك في حادثة الإفك. تعرفون حادثة الإفك؟ حادثة الإفك هم الذين اتهموا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بالزنا، وهذا القريب شارك في هذا الأمر، فغضب سيدنا أبي بكر. سيدنا أبي بكر كان يعطيه الصدقة، كان يتصدق عليه، فغضب سيدنا أبو بكر ومنعه من الصدقة. كيف؟ أنا أحسن إليك وأنت تسيء إلي؟ ولذلك نزلت هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نرجع إلى النحو. أولو هنا فاعل للفعل يأتل، وعلامة رفعه الواو. وأن يؤتوا أولي القربى، أولي الثانية مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح. إذن القرآن استعمل الرفع والنصب في هذه الآية. في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. انظر، لا ذكرى، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أولي الثانية هنا مجرورة بعد اللام، وعلامة الجر هي الياء نيابة عن الكسر. إذن الكلمة الأولى من الملحقات هي أولو بمعنى أصحاب. أولو بمعنى أصحاب، فإنها ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الياء، وتجر وعلامة جرها الياء. أما الكلمة الثانية فهي 20 وبابه. ما معنى وبابه؟ يعني كل ما هو مثل 20، يعني 20 30 40 50 60 70 80 90. هذه الألفاظ 90 آخر شيء. هذه الألفاظ تعرب إعراب جمع المذكر السالم، وهي في الحقيقة ليست جمعا. 20 ليست جمعا، ولكنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم. فإذا أنا استخدمت كلمة 20 من 20 إلى 90 الألفاظ التي ذكرتها، فإنها ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الياء، وتجر وعلامة جرها الياء. أنا أقول حضر 20 طالبا. 20 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كرمت، أو أقول كرمت الجامعة 20 فائزا في المسابقة. 20 هنا مفعول به للفعل كرمت، منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر. أنا أقول نظرت في إجابة 20 طالبا على الأسئلة فوجدتها إجابة جيدة. 20 هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر. عرفنا 20؟
من أول 20 هذه الألفاظ التي ذكرتها: 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه الألفاظ فقط. وهو قال عنها في كتابه 20 وبابه، يعني كل ما هو مثل 20. اللفظ التالي أو الثالث وهو كلمة أهلون. أهلون، أهلون هذا من الملحق بجمع المذكر السالم. إذا رفع فعلامة رفعه الواو، وإذا نصب فعلامة نصبه الياء، وإذا جر فعلامة جره الياء. والقرآن استخدم هذه الكلمة فقال سبحانه وتعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا. شغل فعل، ونا مفعول ليس فاعل، مفعول. وأموالنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، جمع تكسير. وأهلنا معطوف على أموالنا، معطوف على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، فأهلنا مرفوع وعلامة رفع لأنه معطوف على أموال المرفوع، وعلامة رفعه الواو. أهل مضاف ونا مضاف إليه، أموالنا وأهلنا. وقال سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما تطعمون أهليكم، فأهليكم هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء مضاف، وكم مضاف إليه. الضمير هو الكاف والميم علامة الجر. أهليكم. وقال سبحانه وتعالى: إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. هو يأتي بمحل الشاهد فقط. فإلى حرف جر، أهليهم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. أهلي مضاف وهم مضاف إليه والميم علامة الجر. تمام؟ إذن عرفنا كلمة من الملحقات أولو، و20 وبابه، وأهلون. من الملحقات أيضا كلمة وابلون. الوابل في اللغة معناه المطر الشديد، فإذا جمعته فهذا الجمع مخالفا لجمع المذكر، لأن الوابل لا يعقل. وأنا قلت لكم شروط جمع المذكر السالم حتى أقول إنه الجمع يجب أن يكون اسما أو صفة، وكل منهما إما لمذكر اسم أو صفة لمذكر عاقل، والوابل ليس عاقل، إذن هو اسم ملحق بجمع المذكر لأنه لم تتوافر فيه شروط الجمع. تمام؟ وابلون جمع وابل وهو المطر الشديد. في الرفع يرفع وعلامة رفع الواو، في النصب ينصب وعلامة نصبه الياء، وفي الجر يجر وعلامة جره الياء. هذا مفهوم؟ إذن وابلون وكلمة أولو وكلمة 20 وكلمة أهلون كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم. نأتي إلى الكلمة التي بعد ذلك وهي أراضون. أراضون بفتح الراء ويجوز تسكينها، تقول أرضون، لكن التسكين جائز في ضرورة الشعر، في الضرورة فقط. إذا كنت تقول شعرا واستعملت هذه الكلمة وتحتاج إلى إسكان الراء يجوز لك، ما عدا ذلك لا تسكن. يعني في الكلام العادي تقول أراضون، لكن في الشعر تقول أراضون ويجوز أن تسكن فتقول أرضون. هذه الكلمة أيضا من الكلمات الملحقة بجمع المذكر السالم.
أقول هنا أراضون كثيرة، هنا خبر وأراضون مبتدأ مؤخر. وأقول زرعت أراضين كثيرة. وأقول مشيت في أراضين واسعة. مفهوم؟ كلمة أراضون من الكلمات التي تعرب إعراب جمع المذكر، ليس لأنها جمع وإنما لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. ومنها كلمة سنون وبابه. ما معنى وبابه؟ كل اسم ثلاثي حذف آخره وعوض منها أو من آخره هاء التأنيث. يعني سنون جمع سنة، وسنة أصلها سنوات بدليل جمعها على سنوات. والبعض يقول سنها بدليل جمعها على سنهات. إذن كلمة سنة التي نستخدمها بمعنى العام، هذه الكلمة اسم مؤنث ثلاثي حذفت لامه وجيء مكان اللام بهاء تأنيث. كل كلمة يحدث فيها ذلك هي ينطبق عليها ما ينطبق على سنة حينما نعربها. ماذا نقول؟ نقول سنوات ونقول سنهات. هذا في الأصل، أصل الكلمة إما آخره أو آخرها واو أو هاء، على خلاف بين العلماء. ومنهم من يجمعها جمع مؤنث فيقول سنوات وسنهات، سنوات وسنهات. لكن هي لها استعمال آخر أن تقول سنون، وجاء في القول الكريم اللهم اجعلها عليهم سنين، سنين كسنين يوسف، يعني أوقات صعبة شديدة يعم الفقر على الناس فيها. تمام؟ إذن كلمة سنون ملحقة بجمع المذكر السالم، ليست جمعا لمذكر سالم، لمفرد مذكر سالم. هذه الكلمة إذا استخدمتها أنت كلمة سنون ترفعها وعلامة الرفع الواو، وتنصبها وتكون علامة النصب الياء، وتجرها وتكون علامة الجر الياء. أنا أقول سيأتي على الناس سنون شديدة بمعنى أوقات صعبة. أنا أقول كما جاء في الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، يعني أيام صعبة. وأقول عشت في سنين صعبة، يعني أوقات شديدة فيها فقر وحاجة وقحط. عرفنا كلمة سنين أو سنون. هذا يعرب إعراب جمع المذكر لأنه ملحق به. ومثلها عظة وعظون، وعزة وعزون. ما معنى عظة؟ عظة يعني كذب، وعزة معناها عصبة يعني جماعة من الناس، وثبة وثبون، والثبة أيضا هي الجماعة من الناس. والقرآن قال الذين جعلوا القرآن عضين، يعني كذبا، جعلوا القرآن عضين. إذن عضين هنا مفعول ثاني للفعل جعل في الآية، منصوب وعلامة نصبه الياء، منصوب وعلامة نصبه الياء. وكلمة عزة وكلمة ثبة، كل هذه الكلمات من أبواب سنة، من أبواب سنين أو من باب سنين. اسم مؤنث ثلاثي
حذفت منه لامه وجيء مكان اللام بهاء تأنيث. عزة وعظة وسنة. إذا أردت أن تعربها إعراب جمع المذكر السالم فإنك ترفعها وعلامة الرفع الواو، وتنصبها وعلامة النصب الياء، وتجرها وعلامة الجر تكون الياء. عرفنا هذا؟ ومن ذلك قول الله تعالى كما قلت لكم: الذين جعلوا القرآن عضين. عضين مفعول ثاني للفعل جعل منصوب وعلامة نصبه الياء. وقوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين هنا عن اليمين وعن الشمال عزين. أنا قلت لك عزين جمع عزة، ومعناها الجماعة. والعضين جمع عضة، والعضة هي الكذب. تمام؟ ما حمل على جمع المذكر أيضا كلمة بنون، جمع ابن. بنون جمع ابن، وابن أصلها بنوا. هذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال مبتدأ والبنون معطوف على المال مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا من الكلمات التي تعرب إعراب جمع المذكر السالم. ومنها أيضا كلمة عليون وما أشبهه مما سمي به من الجمع أو من الجموع. ما معنى هذا الكلام؟ لو أنا سميت إنسانا بعليين يعرب إعراب جمع المذكر لأنه مفرد جاء على صورة الجمع. هو في الحقيقة مفرد لكنه جاء على صورة الجمع. إذا سميت إنسانا بكلمة عليين كما نسمي شخصا أو رجلا بكلمة زيدين أو زيدان وزيدون، لك فيه أن تعربه إعراب جمع المذكر لأنه ملحق به. كيف ملحق؟ لأنه معناه مفرد لكنه جاء على صورة الجمع، ولكنه في الحقيقة مفرد معناه رجل واحد، فهو ليس جمعا ولكنه جاء على صورة الجمع، ولذلك تعربه إعراب جمع المذكر السالم. وهذا أحد رأيين من آراء في هذا الأمر. عرفنا عليين، القرآن استعمل عليين فقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين اسم مجرور وعلامة جره الياء. وما أدراك ما عليون. عليون هنا مرفوع وعلامة رفعه الواو. إذن من الكلمات التي تعرب إعراب جمع المذكر السالم كلمة عليون، جمع علي، إذا سمي بها يعني صارت علما على فرد أو شخص. تمام؟ كما تسمي رجلا بزيدين أو زيدون، وهو ليس جمع زيد وإنما هو مفرد. تقول: جاء زيدون بمعنى رجل، ورأيت زيدين، ومشيت مع زيدين إلى العمل. عرفنا هذا؟ تمام. إذن نستطيع أن نتذكر بعض الكلمات التي تعرب إعراب جمع المذكر وهي ملحقة: كلمة أولو، وكلمة أهلون، وعشرون، وسنون، وعليون، وعزين أو عزون،
وعضون وأهلون وكلمة بنون، كل هذه الكلمات إذا مرت بنا وأردنا أن نستعملها فإننا نستعملها استعمال جمع المذكر السالم، فنرفعها وعلامة الرفع هي الواو، وننصبها وتكون علامة النصب الياء، ونجرها وتكون علامة الجر هي الياء. تمام يا رجال؟ تمام. إذن انتهينا من جمع المذكر وعرفناه ما هو ما جمع المذكر، وما إعرابه، وما الكلمات التي تعرب إعراب جمع المذكر وهي في الحقيقة ليست جمعا لمذكر. عرفنا هذه الكلمات. هذه الكلمات تمر علينا كثيرا ونستعملها في اللغة، ونستعملها نقرأها في الكتب ونقرأها في العلوم التي ندرسها في جامعة نور مبارك. نأتي إلى الباب التالي وهو ما جمع بالألف والتاء مما يعرب بالنيابة. ما جمع بالألف والتاء. ما المقصود بما جمع بالألف والتاء؟ المقصود به هو جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. ولكن تعبير ابن هشام جمع بالألف والتاء أفضل من أن نقول جمع المؤنث السالم، حتى يدخل فيه كل الكلمات ما جمع بالألف والتاء. مثل زينب، فإن إذا جمعتها أقول زينبات. مثل هند، إذا جمعتها أقول هندات. هندات. كل مفرد تزيد على آخره ألف وتاء، هذا اسمه ما جمع بالألف والتاء. هذا يعرب في حالة الرفع علامة رفعه الضمة، وفي حالة النصب علامة نصبه الكسرة، والنيابة تأتي هنا. الكسرة تنوب عن الفتحة في النصب، هو لا يعرب بالحروف. النيابة هنا نيابة حركة عن حركة، حركة وهي الكسرة، عن حركة وهي الفتح. المعروف أن علامة النصب الأصلية هي الفتح. هنا فيما جمع بألف وتاء علامة النصب هي الكسرة، نيابة يعني بدل من الفتح. الله سبحانه وتعالى يقول: وخلق الله السماوات والأرض. خلق فعله والله فاعل، لفظ الجلالة. السماوات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتح. والأرض معطوف على السماوات، معطوف على منصوب، وعلامة نصبه الفتح. لماذا الأرض علامة نصبه الفتحة؟ هذا إعرابه أصلي لأنه ليس جمعا، فعلامة النصب فيه الفتح. لكن السماوات هذا إعرابه فرعي، فرعي يعني نيابة، يعني تنوب فيه الكسرة في النصب عن الفتح. مفهوم هذا؟ إذن الإعراب الفرعي هنا ليس في الرفع وليس في الجر، وإنما في حالة النصب فقط. ما جمع بألف وتاء يعرب إعرابا فرعيا في حالة النصب، وفي حالة النصب تنوب الكسرة فيه عن الفتحة، فبدلا من أن تكون علامة النصب هي الفتحة تكون علامة النصب هي الكسرة. تمام؟ مفهوم؟ اقرأ معي. رأيت الهندات، رأيت فعل وفاعل والهندات مفعول منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح. رأيت الزينبات. أصطفى البنات على البنين، هذا جزء من آية. أصطفى الهمزة الاستفهام الإنكاري، واصطفى فعل ماضي بمعنى اختار، والفاعل هو لفظ الجلالة الله ضمير مستتر.
البنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. تمام؟ لأنه جمع بألف وتاء. إذن النيابة هنا في حالة واحدة، ليس في كل الحالات كما في جمع المذكر وكما في المثنى وكما في الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. لا، النيابة هنا في حالة النصب فقط. والنيابة هنا ليست حرفا، ليس حرف ينوب عن حرف أو حرف ينوب عن حركة، وإنما هنا تنوب حركة عن حركة. الكسرة في حالة النصب تنوب عن الفتح. تمام؟ ابن هشام يقول ما جمع بألف وتاء، ما جمع بألف وتاء بدل من جمع المؤنث السالم حتى تدخل كل الكلمات. لأن إذا قلنا جمع مؤنث سالم هذا بعض الكلمات تدخل وبعضها لا يدخل. لا، هو فتح المجال لكلمات كثيرة تدخل في هذا الأمر. مثل ماذا؟ مثلا طلحة، يعني هند وهندات هذا اسم امرأة. طب رجل اسمه طلحة، إذا جمعت وقلت طلحات، هل أنا أراعي معناه أو أراعي لفظه؟ لفظه طلحات هو صحيح اسم رجل، ولكن هو في اللفظ في الشكل مجموع بألف وتاء، فيعرب إعراب جمع المؤنث، يعرب إعراب جمع المؤنث. فاطمة فاطمات. تمام. حبلى حبلات، هذا آخره ألف مقصورة. احنا عندنا علامات التأنيث ثلاثة: تاء التأنيث المربوطة مثل فاهمة ونائمة وشاعرة وفاطمة، وألف التأنيث المقصورة مثل ليلى وهدى ومستشفى وحبلى، وألف التأنيث الممدودة مثل أسماء وصفاء، هذا اسمه ألف تأنيث ممدودة، وحسناء وصحراء. فكل هذه الكلمات إذا جمعت بالألف والتاء فإنها تأخذ نفس الإعراب. فأجمع حبلى فأقول حبلى يات، وأجمع صحراء أقول صحراوات. وحتى الاسم المذكر غير العاقل حينما يجمع جمعا مؤنثا سالما يجمع، أقول اسطبل اسطبلات. تعرف ما هو الاسطبل؟ اسطبل مكان للخيول. تعرف الخيول؟ فرس والحصان، المكان الذي يعيش فيه الخيول، هذا اسمه اسطبل. تمام؟ حمام، تعرف كلمة حمام؟ الذي نقضي فيه الحاجة، جمعه حمامات. هو ليس مؤنثا ولكن جمع جمع مؤنث لأنه غير عاقل. يجمع بالألف والتاء كل اسم لمؤنث أو اسم مذكر غير عاقل يجمع جمع مؤنث، مثل اسطبل اسطبلات وحمام حمامات. إذا أردنا أن نستعمل هذه الكلمات مجموعة فإنها ترفع علامة رفعها الضمة، وتنصب وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة، وتجر وعلامة جرها الكسرة. تمام؟ علامة جرها الكسرة، وهذا إعراب أصل. فهمنا هذا؟ إذا جمعت ضخمة تقول ضخمات، وإذا جمعت سجدة تقول سجدات أو سجدات، هذا أيضا صحيح. إذن تعبير ابن هشام عن جمع المؤنث السالم بقوله ما جمع بألف وتاء أفضل من أن يقول جمع مؤنث سالم، لأنه لو قال جمع مؤنث سالم لا يدخل إلا الكلمات التي ينطبق عليها الشرط. أما ما جمع بألف وتاء فيدخل فيه كل ما فيه ألف وتاء، سواء كان لمؤنث أو كان لمذكر ولكنه غير عاقل أو عاقل، مثل طلحة طلحات واسطبل اسطبلات. تمام؟ مفهوم هذا؟
لماذا قال بألف وتاء مزيدتين؟ مزيدتين يعني يجب أن يكون الاسم الذي آخره ألف وتاء يجب أن تكون الألف زائدة والتاء زائدة، زائدة على المفرد. وإذا كانت إحداهما أصلية فإنه لا يكون جمع مؤنث سالم، لا نقول جمع مؤنث. كيف؟ إذا جمعت بيت ماذا تقول؟ أبيات. هل نقول هذا جمع مؤنث سالم؟ لا. لماذا؟ لأن التاء أصلية، تاء موجودة في المفرد. بيت، أبيات، الزائد هنا هو الألف فقط. فأنا لا أقول جمع بالألف والتاء إلا إذا كانت الألف زائدة والتاء زائدة. طب واحدة منهما أصلية، هذا اسمه جمع تكسير. جمع تكسير. بيت أبيات، أبيات جمع تكسير. وميت أموات، أموات جمع تكسير. ما معنى أن يكون جمع تكسير؟ يعني لا أطبق عليه هذا الإعراب، يعني يعرب إعراب جمع التكسير. ما إعراب جمع التكسير؟ علامة رفع الضمة، علامة نصبه الفتحة، علامة جره الكسر. أقول هنا أبيات كثيرة، وأقول رأيت أبياتا كثيرة، وأقول عشت في أبيات واسعة، أو قرأت أبيات من الشعر، قرأت أبيات كثيرة من الشعر، أو حفظت أبيات كثيرة من الشعر. واضح؟ إذن نعم. نعم، جمع المذكر بالواو والنون والياء والنون. وجمع التكسير يعرب إعراب أصلي، إعرابا أصليا بالحركات، بالضمة في الرفع، بالفتحة في النصب، بالكسرة في الجر. تمام؟ ولذلك القرآن قال سبحانه وتعالى وكنتم أمواتا فأحياكم. القرآن لم يقل وكنتم أموات، لأن أموات ليست جمع مؤنث، أموات جمع تكسير، ولذلك هي هنا خبر كان، كنتم أمواتا. التاء هنا اسم كان، وأمواتا خبر كان، وخبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. عرفنا ما شرط جمع المؤنث؟ أن تكون الألف زائدة والتاء زائدة حتى أعربه هذا الإعراب. فإذا كانت واحدة منهما أصلية فإنه يكون جمع تكسير، وجمع التكسير يعرب إعراب الاسم المفرد إعرابا أصليا. واضح؟ طيب، ما رأيك في كلمة قضاة؟ قضاة جمع قاض، هذا جمع تكسير. طيب أنت تقول لي هذا جمع في آخره ألف وتاء، أقول نعم، التاء زائدة لكن الألف أصلية. كيف؟ لأن الألف في قضاة مقلوبة عن ياء، يعني كان أصل الفعل قضى يقضي، وقضاة أصلها قضاية، قضاية، قلبت الألف، قلبت الياء ألف فقيل قضاه. إذن قضاه جمع تكسير وليست جمع بالألف والتاء. لماذا؟ لأن الألف مبدلة من أصل، الألف أصلية وليست زائدة. فهمنا هذا؟ غزاة وقضاه هذه الكلمات ليست جمعا لمؤنث سالم، وإنما هي جمع تكسير، لأن الألف مبدلة من أصل، والمبدل من أصل أصل، المبدل من أصل هو أصل أيضا. عرفنا هذا؟ نأتي إلى
انتهينا هكذا. بهذا انتهينا من جمع المؤنث السالم أو ما جمع بالألف والتاء. عرفنا حتى نقول إن هذا جمع بالألف والتاء ما شرط ذلك؟ الألف أصلية، الألف تكون زائدة والتاء تكون زائدة. فإذا كانت واحدة منهما أصلية وهذا جمع نقول إنه جمع تكسير. فمثال التاء الأصلية ميت وأموات وبيت وأبيات. ومثال الألف الأصلية قاض وغاز نقول قضاة وغزاة. هذه الكلمات جمع تكسير وليست جمعا بالألف والتاء، لأن إما الألف تكون أصلية وإما التاء تكون أصلي. ندخل إلى باب آخر وهو إعراب ما لا ينصرف، الممنوع من الصرف. ما معنى صرف يا رجال؟ صرف معناه في اللغة التنوين، فالاسم المصروف هو الاسم المنون. فهمنا؟ ولذلك التنوين لا يدخل الأفعال، الفعل لا ينون، فالتنوين علامة من علامات الاسم. عرفنا هذه المعلومة؟ الصرف معناه التنوين. ومعنى اسم لا ينصرف يعني لا ينون. أقول جاء أحمد، رأيت أحمد بدون تنوين، ومررت بأحمد. الممنوع من الصرف علامة جره الكسرة، الفتحة نيابة عن الكسرة. ففيه تنوب الفتحة كعلامة للجر عن الكسرة. هنا نيابة حركة عن حركة، نيابة حركة عن حركة. عرفنا الممنوع من الصرف ما هو؟ الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون. لماذا لا ينون؟ لأسباب. هذه الأسباب اسمها علل. علل يعني أسباب موجودة في الاسم تمنعه من التنوين. فمثلا كلمة أحمد اسم على وزن أفعل مثل أفهم، فجاء على وزن الفعل. فالاسم إذا جاء على وزن خاص من أوزان الفعل فإنه يمنع من التنوين، مثل أحمد وأنور وأشرف وأمجد. كل هذا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه جاء على وزن خاص، على شكل وزن خاص من أوزان الفعل، وهو أفعل، مثل أفهم وأعلم. أنا أفهم الدرس وأنا أعلم كذا. تمام؟ عرفنا الصرف ما هو؟ التنوين. والاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينون. لماذا لا ينون؟ لأنه وجد فيه سبب أو علة من أسباب، منها أن يكون الاسم على وزن الفعل مثل أحمد وأمجد وأنور وهكذا. تمام؟ وسوف نتحدث عن هذا. ما إعراب الاسم الممنوع من الصرف؟ في حالة الرفع إعرابه أصلي، علامة رفع الضم. في حالة النصب إعرابه أصلي، علامة نصبه الفتحة. في حالة الجر إعرابه فرعي، نيابة، تنوب فيه الفتحة عن الكسرة كما قلت لك. ومن هذه الأسماء كلمة عمر. أقول جاء عمر ورأيت عمرا ومررت بعمرا. هذا السبب أنه علم ومعدول عن عامر، يعني مغير عن كلمة عامر، أصله كان عامر. ومن هذه الأسماء الاسم المختوم بالتاء، فاطمة، عائشة، يمنع من الصرف. أقول هذه فاطمة، ورأيت فاطمة، واستمعت إلى كلام فاطمة. عرفنا؟ وسوف نتحدث عنه بالتفصيل.
عرفنا ما معنى ممنوع من الصرف أو ما لا ينصرف. ما إعرابه؟ يعرب في حالة الجر إعرابا نيابيا، فتنوب فيه الفتحة عن الكسرة في حالة الجر كما قلت لك. الاسم الذي يمنع من الصرف توجد فيه 9 علل أو 9 أسباب. أشياء تكون موجودة في اللفظ مثل تاء التأنيث أو ألف مقصورة أو ألف ممدودة، مثل أسماء، علم على امرأة، أو يكون مركب. تعرف الاسم المركب؟ الاسم المركب نيويورك، هذا اسم مركب، تمام؟ أو بعلبك أو سيبويه، هذه أسماء مركبة. هذا أيضا من العلل التي تمنع من التنوين. هذا في اللفظ، إما التأنيث، وإما الألف المقصورة، وإما الألف الممدودة، وإما التركيب، وإما أن يكون هذا الاسم في آخره ألف ونون زائدة مثل عثمان وعمران وحمدان، وإما أن يكون الاسم معدولا من شكل إلى شكل، هذا مثل عمر الذي كان أصله عامر. هذه اسمها علل لفظية، يعني أشياء موجودة في اللفظ. أما العلة المعنوية فهي أنه علم. علم يعني اسم يراد به شخص معين، اسم علم. فعندي الأسباب التي تمنع الاسم من التنوين نوعان: شيء اسمه علتان، واحدة ترجع إلى اللفظ وهي التأنيث ووزن الفعل وزيادة الألف والنون في آخر الاسم والعدل وغير ذلك، وواحدة ترجع إلى المعنى وهو أنه علم. ما معنى كلمة علم؟ يعني اسم موضوع لشيء محدد لا يراد غيره، مثل أحمد، تمام؟ مثل عمر، هذا اسمه العلمية. فعندنا علتان تمنع من الصرف: العلمية، هذه علة معنوية، وزيادة الألف والنون علة لفظية مثل عثمان وعمران. العلمية والتركيب المزجي مثل بعلبك. العلمية والتأنيث مثل فاطمة ومثل زينب ومثل مريم. تأنيث قد يكون لفظي وقد يكون لفظيا وقد يكون معنوي. هذه تسمى علتان. وقد توجد علة واحدة فقط تكفي لمنع الاسم من الصرف. ما هي هذه العلة؟ أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ يعني على وزن جمع التكسير. جمع التكسير. فكل اسم جاء على جمع التكسير مثل مساجد ومصابيح فإنه يمنع من الصرف لعلة واحدة. ما هي العلة الواحدة؟ أنه جاء على صيغة منتهى الجموع. ما هي صيغة منتهى الجموع؟ كل اسم يأتي بعد ألف تكسيره، ألف الجمع، حرفان أو 3 أوسطها ساكن. حرفان مثل ماذا؟ مساجد، جمع مسجد، هذا أنا إذا استعملته يمنع من الصرف. أقول ذهبت إلى مساجد كثيرة في الماضي. أين ألف التكسير؟ الألف التي قبل الجيم، مسا، بعدها جدة، حرفان. أو يأتي بعد ألف التكسير 3 أحرف الوسط منها ساكن مثل مصابيح. مصابيح، أين الألف؟ بعدها باء، ياء ساكنة، بعدها حاء عليها علامة الإعراب، تمام؟ قراطيس، جمع قرطاس، مفهوم؟ هذه اسمها صيغة منتهى الجموع.
إذن الاسم يمنع من الصرف إذا وجدت فيه علتان، واحدة ترجع إلى المعنى وهي العلمية، وواحدة ترجع إلى اللفظ وهي التأنيث أو العدل أو الميزان أو وزن الفعل أو التركيب أو زيادة الألف والنون وما إلى ذلك. وقد توجد في الاسم علة واحدة تمنعه من التنوين. ما هي هذه العلة؟ هم علتان: أن يكون الاسم على وزن أو على صيغة منتهى الجموع مثل مساجد ومصابيح، وهذا لا يشترط فيه العلمية، الوزن يكفي. أو أن يكون الاسم مختوما بألف مقصورة أو ممدودة. ألف مقصورة مثل حبلى وليلى، وألف ممدودة مثل أسماء وصحراء وهكذا، وصفاء، أعلاما. تمام؟ إذن عرفنا قبل أن ننهي الحديث أن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الممنوع من التنوين، وعرفنا بعض أسباب التنوين أو بعض أسباب المنع، وتسمى العلل ال9. وعرفنا إعراب هذا الاسم: علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة بدون تنوين، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ولكن له شروط إن شاء الله سوف نتناولها في اللقاء القادم. وإلى اللقاء في لقاء قادم إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.